ايه الفرق يا دكتور بقى ما بين فرشة الاسنان الناعمة والمتوسطة والخشنة؟ بص، الناعمه والمتوسطه مش فرق كتير قوي. في الناعمه والخشنه، هي الفكره في ايه؟ ان الشعيرات بتاعه الفرشه بتكون سوفت او ناعمه، او الشعيرات بتكون خشنه. طبعا الفرشه الخشنه معظم الدكاتره او ناس كتير بتتكلم هي ما بترجحهاش لان ممكن تعمل مشاكل كتير. فبنستخدم الفرش الناعمه اللي هي بتكون مثلا ايه، اسهل لو حد عنده التهابات في اللثه، لو حد لسه عامل تنظيف جير واللثه بتوجعه، لو في عنده تاكل في اللثه وحساسيه في الاسنان، لو في تاكل في الاسنان نفسها، فيفضل الفرش السوفت. انا عن نفسي انا كعمر يعني انا بصراحه بحب الفرش الخشنه او الفرش الهارد. ليه؟ انا بحس انها بتنظف الاسنان كويس، ولكن استخدامها بحذر. يعني لما استخدم الفرش الهارد ما بستخدمهاش بعنف، ما بستخدمهاش بطريقه قويه بحيث ان انا ايه اتفادى تاكل الاسنان، اتفادى تاكل طبقه المينا، اتفادى تاكل اللثه ورجوع اللثه فبيكشف جزء من الجدر فتعمل حساسيه. فبستخدمها بحذر على سطح السن فقط. انما طبعا الناس ليها البراح انها تستخدم الفرش السوفت او الخشن على حسب اللي بيريحهم. بس المبدا هو غسيل السنان فقط ايا كان نوع الفرشه.